اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب، والنهارده هنراجع في مراجعه سريعه كتاب اسمه خالد، سيره احمد خالد توفيق للكاتب محمود حافظ. الكتاب من اصدار دار كتبيا للنشر والتوزيع، والطبعه الاولى منه صدرت عام 2023، وعدد صفحات الكتاب هو 150 صفحه بس. الكتاب بيحكي عن سيره الكاتب والدكتور احمد خالد توفيق رغم حياته المكونه من 55 سنه بس وحياته الادبيه المكونه من 25 سنه بس، الا ان الكاتب محمود حافظ لقى كلام كتير جدا يقوله عن العراب. وبيكلمنا الكاتب محمود حافظ في كتابه عن المكان اللي اتولد فيه الكاتب احمد خالد توفيق، وعن حاجات كان بيحبها، وعن مدرسته، وعن حياته العاطفيه وبيته واهله، وعن بدايته ككاتب رعب ومترجم، وعن شهرته. يعني بيعرفنا بحياه واحد من اهم كتاب ومؤسسين ادب الرعب في مصر. عجبني جدا في الكتاب لغته السلسه وحب الكاتب محمود حافظ الواضح للدكتور احمد خالد توفيق، حب حقيقي خلاه يعمل كتاب حقيقي من اروع ما يمكن. انا سيف حبشي ودي سلفني كتاب، دوروا علينا على اليوتيوب علشان تشوفوا مراجعات اطول لكتب وروايات اكتر.